زيتونة اليوم شفت فيديو لهشام عاشور. عجبني الموضوع قوي اللي هو بيتكلم فيه. قلت طب ما انا اقتبسه، ليه ما اقتبسوش؟ مش عيب يعني. الموضوع مهم وشائك حقيقة، فقلت انا كمان لازم اتكلم فيه. يمكن يكون في امل. هشام بيتكلم عن الموضة المنيلة ب60 نيلة اللي احنا طالعين فيها، اللي هي موضة البيئة، وزي ما بنقول المبيئة، طريقة الكلام. والمصيبة السوداء ان طريقة الكلام دي اللي هي البيئة دي والبلادوكس بيقلدها اللي هم الشباب المتعلمين، ان هم اهاليهم تعبوا عليهم وتعبوا في مصاريفهم، فخلصانه وايه يا زميلي ولما حد بقى فاكر ان هو راجل فيتخن صوته. ايه الموضوع مالك؟ عارفين انتوا العيال اللي زي دي، مش هقول عليهم شباب ولا رجاله، لان دي مش رجوله حبيب قلبي خالص. ياما شفنا عيال من بيوت مش مستقره، وعيال طالعه زي الفل. انا ما قلتش ان ده مش، لا بالعكس، هو ده اساس ان البيت يبقى بيت. لازم يكون البيت فيه استقرار والتربيه، وناخد بالنا من عيالنا، ده اساسيات. لكن في نفس الوقت ده بيبقى استعداد من الشخص، من البنت او الولد. يعني البنات دلوقتي بتخش في سكك انا بستغربها الحقيقه، في اللبس وطريقه الكلام برضو، بس باسلوب تاني بقى، يعني بس مش بيئه. البنات بتقول الفاظ انا بقف كده اقول هي دي بنت اللي قدامي ولا دي ذكر ولابسه بنت، ولا ايه النظام؟ الفاظ منتهى القذاره، ايحاءات في منتهى القذاره. بنت ايه وزفت ايه على دماغكم؟ امال لما البنت تقول الكلام الزباله ده والقذر واللي كله قرف وايحاءات، امال الولد دي سبته للولاد ايه؟ الموضوع ملوش علاقه بالنت بس، الموضوع ليه علاقه كمان بالاستعداد يا حبايب قلبي، سواء انت حبيبتي قلبي البنت او الولد. خلاصه الكلام في السريع المريع، سواء برنسيسه الجمالات او برنس الليالي، ان مش ده اللي هيخليك الراجل الشبيح. بالعكس، انت قلبت مبيئه وبيئه، وانت مش هيخليكي البت الجامده، بالعكس انت هيخليكي مش البت الجامده الصايعه، بالعكس انت هتلاقي بقى شكلك بنت مش محترمه، شكلك سمعتك هتبقى طين وزفت. فنحاول نكنترول اكتر، او نلحق الجيل اللي جاي نلحقه بقى، عشان الموضوع صعب. اسمعوا مني والله، لان احنا رايحين رحنا خلاص، ما كل فيديو بقول رحنا. السلام عليكم.